ديزني وبيكسار يمكن وراها حاجات تانية ونظريات تانية وراها خفايا اكتر من هي مجرد افلام بتقدم لاطفال. نظريات في منها مقنعه وفي نظريات مش مقنعه خالص، نظريات ليها علاقه بكل فيلم وكل مشهد وكل بوستر فيلم. في حاجات منها ما كانش ينفع تتقدم لاطفال، في حاجات منها ليها ادله قويه جدا تثبت ان النظريات دي حقيقيه. ولكن هل حقيقه الافلام دي فعلا كانت افلام بريئه للاطفال؟ انا درست ويا ترى ايه هي حقيقه نظريات افلام ديزني وبيكسار؟ في نظريات كتير جدا جدا على الافلام اللي اتفرجنا عليها من واحنا صغيرين من انتاج ديزني وبيكسار، ممكن لوحدها يتعمل لها سلسله فيديوهات، ولكن انا جاي اكلمك على كام نظريه هم الاشهر والاكثر قناعه. مش محتاج اخوض معاك في نشأة ديزني وبيكسار والكلام دوت، لان الكلام ده احنا ممكن نعرفه من جوجل عادي. واحدة من اشهر النظريات اللي ناقشت افلام ديزني وبيكسار واللي بتقول ان عالم ديزني وبيكسار ماشيين في نفس النمط الزمني. مش بس كده، هي الافلام بتتوالى عشان تكمل بعض في قصه معينه، الاحداث متسلسله عشان توصل للبدايه ونهايه. النظريه دي بتبدا من فيلم بريف، كلنا عارفين فيلم بريف وحبيناه وشفناه. فيلم بريف اللي كان بيتكلم عن البنت الشجاعه اللي احنا حبيناها كلها وتعلقنا بيها، والاحداث اللي خلتنا نتعلق